السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم. اليوم في هذا الفيديو جينا نتكلم على القائمة الاسمية المتوقعة بقوة لمنتخبنا الوطني الجزائري تحسبا للتربص المقبل. لكن قبل ما نبدا هذا الفيديو يا ريت الجميع لايك للفيديو، اللي ماهوش مشترك اشترك معنا في القناه. ويعني كعنوان للفيديو القادم اللي حنتكلموا فيه على التشكيله المتوقعه بقوه، يا ريت الجميع في التعليقات يعطيني التشكيله المتوقعه الذي يراها هي الافضل. على كل حال اليوم جينا نتكلموا كما قلنا على القائمه الاسميه المتوقعه، لكن قبل ما نبدا نفصل في اسماء اللاعبين اللي صراحه صعب جدا انك تختار لانه هناك عده اسباب. خلينا نقول انه الشيء اللي وصلنا ليه في المنتخب الجزائري واصبحنا صراحه قريب ما نلقاوش 23 لاعب، ماشي بمعنى ما كاش العنصر البشري، لا، اللي يصلحوا ما كاش. تحصيل حاصل لانه في وقت لما كنا نسخر بلاعبين كلهم كانوا يلعبوا في يعني في على الاقل منافسه، يعني كانوا ينافسوا بشكل مستمر، كنا نعتمد على نفس القائمه، مصاب ولا ماشي مصاب هذا هو اللي يلعب. فبالتالي الان لما اللاعب صح تصاب وراه في مشكل، ما لقيناش البدائل، ولا على الاقل ولا نقولوا ما نقدروش نجربوا في هذا الوقت، والسبب انه ما عندناش الثقه فيهم. علاه؟ لانه في وقت لازم نجربوهم ما جربناهمش. على كل حال فقط يعني كملاحظه صغيره لكي ماشي نمسحوا الموس كامل في هذه المباراه، حتى وانها تبدو سهله، لكن لا نريد مباراه سهله، نريد ان نرى طريقه لعب. على كل حال ممكن تكلمت نوعا ما بصفه عامه، لكن يجي وقت ونفصلوا كل شيء في وقته. على كل حال القائمه الاسميه صعبه جدا لانه عده لاعبين ما مشي يلعبوا، بعض اللاعبين ما لقاوش يعني نادي، بعض اللاعبين مازال ما عندهمش هذيك المنافسه. لكن على العموم حاولنا نحطهم استنادا الى الاخبار المتواتره، استنادا الى امكانيه اللاعبين وامكانيه تمثيلهم للمنتخب، واش قادرين يمثلوا، واش قادرين يمدوا ايضا للمنتخب. في حراسة المرمى للأسف الشديد في وقت كنا لازم نجربوا لاعبين في المباريات السابقة بقينا فقط عند موندريا. والمشكل أنه موندريا كان يقدم ولا شيء، ولكن دائما هو حارس أساسي، لم نفهم لماذا. ولذلك هذا الوقت لا يمكن أنك راح تجيب لاعب جديد. أنا أظن أحسن حارس حاليا أنا أراه أحسن حارس هو أليكسيس غندوز لعدة أسباب. والله نتكلموا عن الأسباب غنجيبوا حلقة كامل. الان راهو في الدوري الايراني، نتمنى انه يتم استدعاءه والله صراحه، لانه موندريا اكم على بالكم بنضوط ضحيه منافسه، وهذا هو المشكل. لو كان جربناه نحكموا عليه، ما نقدرش نقول لك مليح ولا ماشي مليح مع ناديه، لانه مع المنتخب شيء اخر. لكن طريقه تاع التعاون مع اللاعبين هذه هي. يجب على الاقل، مؤخرا لعبنا مباراتين وديتين، نعطي الوحده الموندريه ونعطي وحده على الاقل بنبوط، نعطي واحد. علاش يعني علاش ما جبناش زغبه في هذه، عفوا اليكسيس غندوز في اخر مباراه؟ ثم نسمع اخبار على انه عدم ارتياح بيتكوفيتش للحراس الثلاثه ويتجه لاستدعاء استدعاء غندوز. الان صح ستروطار، لكن معليش. على العموم نروحوا الى حراسه المرمى. اتوقع بقوه على انه لا يمكن في هذا الوقت بالذات صح تغيير اللاعبين، لذلك راح يبقوا نفس العناصر الثلاثه الذي عهدناهم، وموندريا راح يكمل تقريبا في منصب حراسه المرمى. على الجهه اليمنى لعطال نيغيطون، حاليا غيطون راهو مع رديف، يعني غاضبا عليها النادي لانه اراد ان يذهب. نفتح قوس صغير، يا غيطون اذا اردت ان تروح الى نادي اخر على الاقل ضمنها ومن بعد دير طاباج في ليكيب تاعك، ماشي انت عندك عقد معاهم وما عندك حتى عرض وتقول لهم نروح. انت ما راكش باغ اكزومبل لاعب كبير اللي ترفع يدك تروح. على كل حال يخلص لا عطال لا غيطون. لذلك اتوقع انه راح يكون على الجهه اليمنى محمد فارس اللي رسميا راح يكون في المنتخب الجزائري، واظن انه حان الوقت لاستدعاء دورفال. هذوما اللي يصلحوا. اذا ما كاش دورفال على الاقل او دورفال على الاقل ليريس. حتى هذو اللاعبين ما راهمش يعني ينشطوا في منصب مدافع ايمن، لا، هذو يلعبوا تقريبا اظهره، يلعب لك كجناح، يعني متعددي متعددي المناصب. هذو هما اظن انه الاقرب. اما اذا استدعينا يوسف عطال فوالله ما رانا نديروا والو، وتاكدوا على اننا رانا نراكيليو للوراء، رانا ندوروا في حلقه مفرغه، لانه انا باه تغير لي مدرب
وتقول على هذا المدرب على انه راه يعتمد على نفس اللاعبين لانه عطال كان مصاب وجابوا، بن ناصر عطال وجابوا، سليماني بلا ايكيب وجابوا، عوار مصاب وجابوا، من بعد تقول لي مدرب ماشي مليح، بعد لما تنحي لي مدرب تعاود تجيب لي مدرب اخر، تجيب لي لاعبين اللي ما راهمش يلعبوا. يعني بيتكوفيتش راهو خضره فوق الطعام، وهذا ما لا اريد ان يحدث. رجاء اللي راهو يلعب يجي، ماهوش يلعب شكرا بارك الله فيك وروح. المنتخب ما راهوش قهوه وقت ما جيت تدخل تستهوى يعني. على كل حال اظن وجهه نظري بما انه فارسي رسميا غير الجنسيه ليس هباء منثورا، اكيد عنده اتصال مع بيتكوفيتش، وبيتكوفيتش هو اللي طلب هذا اللاعب. بالاضافه شكون راح يكون دوبلور تاعو؟ البطوله متوقفه، ما عندنا حتى لاعب راهو في اوروبا على الجهه اليمنى. اظن انه دروفال هو الاحسن في المنصب نتاعو، واتوقع انه راح يكون بقوه. على الجهه اليسرى الحمد لله كلا من ايه نوري وكلا من حجام راهم يلعبوا مع نواديهم مباريات وديه، راهم يحضروا. اظن انه ما كاش تغييرات في محور الدفاع. ايضا ورشه عمل الحمد لله والحمد لله. عودة رامي بن سبعيني مع ناديه، مدرب جديد راهو يلعب، لذلك بن سبعيني عيسى ماندي على الاقل تحس بهذيك الاريحيه. الدوبلور تاعهم اتمنى من سمير شرقي. اصداء تقول على ان هناك تواصل مع 3 لاعبين من البطوله الفرنسيه. سمير شرقي يقدر يمثل لك الجزائر، ما كاش اخبار رسميه باش يكونوا في الصوره، لكن اظن على انه يجب ان يكون هناك سمير شرقي لانه يلعب مدافع ايمن وما عندوش يعني مشكل مع انه يمثل المنتخب الجزائري. وبالاضافه انه راح يكون معه طوغاي، هذا هما الاحسن. والا واش راح تجيب؟ ولا ما كاش سمير شرقي راح نعاودوا نجيبوا مداني، هذا هو الاقرب. هذه هي المتوقعه بقوه، لكن يبقى الكلمه الاخيره في يد فلاديمير بيتكوفيتش، واتمنى الا تكون الكلمه الاخيره في يد نبيل نغيس. على كل حال نجوز الان الى المحور الدفاعي. المحور الدفاعي يعني لا يختلف اثنان على انه اسماعيل بن ناصر وحسام عوار هما الافضل، راح يكونوا في يعني التشكيله الاساسيه. اكيد اللي راح يكون يعني الدوبلور نتاعهم عندنا عده لاعبين. اظن على انه راح يكون عندنا عبد الله حماد عبد الله، لاعب رائع، صعد مع فريقه الى تقريبا نعم الى الدرجه الاولى الفرنسيه، واظن على انه راح يكون في المنتخب الجزائري. وبالاضافه هناك عده لاعبين في هذا المنصب على غرار هشام بوداوي، والقائمه طويله. لكن واش يهمني من كل هذا انه عوار وبالاضافه اسماعيل بن ناصر هما اللي راح يكونوا، واتوقع انه راح يكون الدوبلور نتاعهم. اظن على انه حماد عبد الله ايضا يقدر يلعب لك في هذا المنصب، بالاضافه الى رميز زروقي او هشام بوداوي. لكن الاقرب اظن انه عوار بن سبعيني الدوبلور تاعهم اللي راح يكون حماد عبد الله، وبالاضافه الى رميز زروقي، يعني لاعبين بنزعه دفاعيه ولاعبين تقريبا يلعبوا بنزعه شويه هجوميه. هذا فيما يخص يعني المنصب الاسترجاع ما بين الشق الدفاعي والهجومي. على الجهه اليمنى عوده رياض محرز، واتوقع انه راح يكون رياض محرز وراح يكون معه بدر الدين بوعناني اللي راهو يقدم وراهو يلعب وراهو يشارك في المباراه الوديه لناديه، والحمد لله. نجو على الجهه اليسرى، الجهه اليمنى اقول اليمنى يعني على جهتنا اليسرى، على جهتنا ايضا في غياب محمد الامين عموره. اظن على انه سعيد بن رحمه في احسن رواق لتولي هذاك المنصب، بالاضافه الى امين القويري. اما نجوز الى وسط ميدان الهجومي، عندنا عادل أوشيش اللي راح يكون باذن الله رسمي، ما نقولش رسميا لكن راح يكون في المنتخب الجزائري بحول الله تعالى، رفقه شيبي واصداء. اقول 50-50 تواجد مغناس اكيليوش. نعم، يبقى لنا منصب راس الحربه. اظن انه بغداد بونجاح، وبالاضافه الى منصف بقرار. هذه هي القائمه اللي راح تكون، وبحول الله تعالى سيتم ايضا غربلتها. وعندنا عده حلول ايضا، سواء محرز او بشير بلومي، لكن اتوقع انه محرز راح يكون يعني بنسبه كبيره في المنتخب الجزائري. راح تسقسيني على ابراهيمي، يعني بالنسبه لابراهيمي لا، في اذا جاء اوشيش او اذا جاء مغناس اكيليوش، يعني وين راح تحط انت ياسين ابراهيمي في عمر 34 الى 35 سنه؟ بالاضافه من المونديال راح يولي في عمره ما بين 36 و 37 سنه. يعني كيفاش انت راح تبريباري منتخب؟ اتمنى هذه هي القائمه الاقرب اللي راح تكون في المنتخب الوطني الجزائري. نتمنى احنا انها اتقدم، يعني على بالي بدايه الموسم راح يكون صعب، لكن نتمنى انها راح تقدم
وهذه هي على كل حال. هناك عدة غيابات، لكن حاولت يعني نحط الأقرب والأقرب، ونحط لكل واحد اللي يستاهل الفرصة أنه راح يكون. إذا عندكم أي إضافة ولا عندكم أي لاعب ممكن نسينا أي لاعب، لكن اللي ما ذكرناهمش مش معناتها نسيناهم، لكن المنافسة. وهذه هي. شاركونا برأيكم في التعليقات. ما نطولش عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.